السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افضل الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. النهارده هنعمل بقى معاكم يا بنات محشي. دي البصلة بتاعه المحشي. انا فرمها في الكب، انا ما بحبهاش خشنة، حلوين. هنحمرها دلوقتي، مش تحمير جامد، نص تحميرة كده. وهجيب كزبرة ناشفة واحطها في قلبها يا بنات عشان احمسها معاها. اهي يا بنات الكزبرة انا حطيتها في الحلة. هنقلبها كويس علشان تتحمص معاها، بس ايه ان ايدينا فيها يا بنات نقلبها على طول. اما تتحمص مع البصلة 5 كده هنفضي عليها الطماطم. اللهم انصر اخواتنا في غزة نصرا مبينا، اللهم امين يا بنات. ندعو لهم كده ربنا يفك كربهم يا رب ويرحم شهداء غزة. هنقلب يا بنات، نرجع تاني لموضوعنا. هنقلب الطماطم كويس وهنحط البهارات بتاعتنا بقى. انا حطيت ورق اللورو، وحطيت فلفل اسمر وكمون ومرقة دجاج وبصل بودرة وتوم بودرة يا بنات. هنسيبها بقى ما تغلي شوية ونهدي عليها بقى براحتها. الصلصة بتاعة المحشي دي عاوزة على نار هادي بقى. هنحط كمان عليها قرنين فلفل كده حلوين كده. غلت يا بنات هنهدي عليها ونسيبها بقى ما تتسبك. تمام يا بنات، هي اتسبكت بقى الصلصة معانا ايه حلوين. هنجيب بقى الرز نغسله ونقلبه ونحطه فيها، وده المحشي بتاعنا. وقلبنا الرز اهو، وطبخنا فراخ وطبخنا كده المحشي. ده غدانا النهارده يا بنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.